بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم آنساتي سيداتي سادتي وقتا طيبا ومتابعة ممتعة ومفيدة في هذه الحلقة رقم 95 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. عنوان الحلقة اليوم مشاهدينا الكرام التي سنبدأها بعد قليل عنوانها: ما لكم كيف تفتون؟ ما لكم كيف تفتون؟ فأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. مرحبا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. عنوان الحلقة اليوم: ما لكم كيف تفتون؟ كل أمر من أمور الحياة الدنيا فيه قول، بل قولان وأكثر، إلا أمر هذا الدين الحنيف، فإن أموره كلها منصوصة حلالها وحرامها. أما ما اشتبه فيه فالذي استبرأ لدينه وعرضه يفارق المشتبهات، وإن كانت حلوة ملهية وطاب ممشاها، حتى لا يقع في الحرام وإخوانه المشتبه. فما لكم كيف تفتون؟ وكل مشرب من مشارب هذه الحياة الدنيا متشعبة قد توصل صاحبها إلى سمرقند أو قسطنطينية، إلا طريق هذا الدين الحنيف، ملة أبينا إبراهيم الذي سمانا المسلمين، فإن له صراطا واحدا مستقيما، فمن زاغ عنه وقع في حبائل الشيطان وأصبح من الخاسرين. فما لكم كيف تفتون؟ وكل نعيم في هذه الحياة الدنيا محكوم لأجل مسمى وخضوع ليس أسمى إلا نعيم الآخرة، فإنه سرمدي خالد مقيم، المنعمون فيه تجري من تحتهم الأنهار، وعلى سرر موضونة يشربون في نعيمهم ذاك كأسا بل كؤوسا، لا لغو فيها ولا تأثيم. فما لكم كيف تفتون؟ وقد بين الحق في تشريعه دينا قيما، ووصف زخرف الحياة الدنيا بأنها دنيا من يجعلها غاية في أهدافه لم ينل منها إلا ما هو أدنى من ذلك الذي هو خير وأبقى وأحسن مقيلا. وقليل من عبادها من تلذذ فيها ففارق نعيمها دون شبع أو ترف، لأنها حياة دنيا لا غير. فما لكم كيف تفتون؟ ولأنها عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة حياة دنيا يسعى فيها كل ذي كبد رطبة، إلا من خاف فتغر من تغر، وتشغل من تشغل، ولا يهنأ لنعيمها الزائل إلا رجل أو امرأة تعاركت على قلبه أسلحة البصر والبصيرة، فغلبت الأولى الثانية، ورانت شقوته وأصبح مجرد ناظر غير باصر، فانكفأ على زخرفها وباع الآخرة بالأولى، واغتش بها حتى غشيته غاشيته، فكان من النادمين. فما لكم كيف تفتون؟ دنيا لو كان فيها جنان خالدات لما تساوى فيها العالم والجاهل، ولما تولى الرويبضة أمور الناس فيها، وتوارى عن أشرافها أخيار الخلق وأنبلهم مروءة ومعروفا. دنيا تحمل في مسماها معناها الدني، يعيها من ألقى السمع وهو شهيد، فكيف بذي علم ودين تسوقه سوقا إلى شر أعماله؟ فما لكم كيف تفتون؟ أما والله فإن أناسي كثيرا من قبلكم
لهتهم هذه الحياة الدنيا، جاروها حتى جارت عليهم، وشقوا لها حتى أشقتهم، ناكبوا العباد أوزارهم حتى تنكبت لهم، ساخرة هازئة شانئة، وهي تقول: قد وقع في ضلالي من كان قبلكم، فما كنت لهم نصيرا أو رحيما ولا مرافعا حميما، فما لكم كيف تفتون. أنا الحياة الدنيا، إن أشقى من خبرتهم هم أولئك الذين تبوأوا دار إفتاء باسم الدين والشرع، وقد قرأ الأولون منهم والآخرون منقلب كل من تاجر باسم الدين أو نافق إرضاء لرجل مثله أو امرأة مثلها، وهي تعلم وهو يعلم كفر هذا وفسق ذاك، والدين منهما براء. فإن عاقبة أمر أولئك المدلسين الأفاكين الهوان في نعيم والصغار عند الله، ثم عذابه الأليم، فما لكم كيف تفتون. أي والله، فإن من كان قبلكم ناطحوا برؤوسهم شرع الله ومنهاجه، فكان غيهم لهم بالمرصاد، ناصبهم الذل أينما صالوا وجالوا، وأذلهم الشيطان بعد عز، لا فكاك عن مصير هم قد وضعوا بنيانه، وتشابكت حول أحلامهم سرابات من وعود كاذبة، ترحاب هنا وحراسة مشددة هناك، وحشم بل وخدم من حيث لم يحتسبوا، فلما قضى الذي سول لهم حاجته وأملى عليهم تعاليمه الباطنة وأشدد عليهم رغبته، تنكر لهم لأنهم قد نكصوا أيمانهم من بعد عهدهم، وتناسى أولئك أنهم أظلموا ثم فجروا حين حلوا شعائر الله وحرموا ما أحل الله، وركبوا غواية شيطانهم، فلم يكن لهم نصيرا أو معينا، فما لكم كيف تفتون. إن أخسر معركة يخوضها الغافل في هذه الحياة الدنيا هي المعركة ضد الحقيقة المطلقة، وإن للحقيقة المطلقة صاحبا واحدا لا يشاركه فيها لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا إمبراطور. صاحب الحقيقة المطلقة هو الحق سبحانه وتعالى لا غير، وقد اشتق الاسم من اسمه، وإن أكبر عدل لا يأتيه الباطل عن يمين أو شمال هو عدل الدين الحق وحقيقة الشرع القويم، وإن الدين عند الله الإسلام، فمن عن له أن ينسج من خياله إلها يعبده فهو حر، ومن سره الكفر البواح بكل شيء فهو حر، حيث الحرية لمن شاء أن يؤمن فليفعل، ومن شاء أن يكفر فقد وجل. أما أن تعلن إيمانك بالحق ثم تحارب حقا من حقوق وعدل الحق عن صلف وخرف، وتعلن تآمرك على أمر أتى به أنبياء الله للناس ورسله شرعة ومنهاجا، فذلك عين الخبل وقلب الوبال، فما لكم كيف تفتون. إن من يتولى شأنا من أمور الدين ليس كمن يتولى أمرا من حياة الناس في هذه الحياة الدنيا، فإمامة المصلين لصلاة واحدة لها ضوابطها واشتراطاتها، فضلا عن تولي مهمة إفتاء في أمر مستجد أو حكم ثبت ركنا في الدين، بل أشبع تفسيرا في قرآن مبين، وتنقل سلوكا وحكما من لدن رسول أمين، ولم يتعارض فيه رأي اجتهاد لثلة من المؤمنين الثقاة زكاه رأي جماعة من المؤمنين الرواة. أبعد كل هذا تأتي فتحرف هذا عن هذا، وتسوق هذا لغير هذا، حتى فيما هو متشابه. هنا لا الفتوى ولا المفتي قمين بأن يطاع، فما لكم كيف تفتون. الفقه نور، والشجاعة عنوان، وقول الحق في وجه طاغية ظالم حياة وبرهان، والكيس
من لم يلهه نعيم جائر، والكيس من لم يلهه نعيم جائر لوعود زائلة، والعاقل من يرمي هكذا ضلال في وجه من أفتاه غير مأسوفا عليه ولا مشغوفا به، يقول الصدق حتى لو كذب العالم كله. فالصدق عنوان الرضا وطلب العدل ونيل الدرجات العلى. الصدق مع الله هو بمثابة الجهاد في سبيله، والإنابة إلى مرضاته غاية لا يلقاها إلا الأوابون، والطمع في رجائه هدفا لا ينالها إلا الصالحون. فما أكثر العلماء حين تعدهم، ولكنهم في الصالحات قليل. فما لكم كيف تفتون؟ أف بل أف لعالم لم يهده علمه سواء السبيل. فالعلم بحاجة إلى تقى، والتقوى بحاجة إلى عفة، والعفة رديفة الزهد، والزهد سر الإيمان، والإيمان عنوان الغضب في الله، وليس الاستسلام والقبول والخنوع لتحليل ما حرم الله ولا لتحريم ما أحل الله، ابتغاء حب حاكم فاسق ظالم أكد انحرافه وضلاله قولا وفعلا، وأعلن للملأ أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. فما لكم كيف تفتون؟ ويحي أن يستقي عالم فتواه من زمرة لم تجمعها حلقات ذكر في بيوت من بيوت الله، كما لم تضمها جدر كنائس أو أديرة، وإن كان قد تصرم بعضها أو كلها وحرف تحريفا بينا ظاهرا، فضلا عن مسألة مفهومة من الدين بالضرورة بل ركنا من أركان الإسلام، مثل فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا. فمن أين استقى دار الإفتاء الإريتري هذا فتواه لإسقاط ركن من الدين الحنيف تحت ذرائع ومسوغات لا أصل لها في الدين، قرآنا كان أو سنة أو رأيا للأئمة المؤمنين وعامتهم. ولأن من ولاك ليس بمؤمن، هيهات أن يكن المولى مؤمنا. فما لكم كيف تفتون؟ إن من ورع العالم وكمال علمه، إن من ورع العالم وكمال فقهه أن لا يكون للخائنين صديقا، وإن من شجاعة رجل الدين وزهده أن لا يكون للمؤمنين الصادقين شنارا وأذية وسوء سبيل، وإن من رجاحة إيمان العالم أن لا يكون للكافرين على المؤمنين نصيرا، وإن من صدق العالم مع علمه أن لا يحرف الأحكام عن مواضعها، رضي عنه حاكم ظالم قولا أو استحسن نهجه فاسق ظلوم فعلا، أو هدده مارد شيطان عذابا أليما مقيما، ولو قطع ذلك العالم إربا إربا عضوا عضوا. فما لكم كيف تفتون؟ وإن من فساد العالم وغيه أن يكون بوقا وصوتا لكل شنيئة، وإن من هوان العالم وضلاله أن يكون مطية لهدم ما أمر الله بنيانه على تقوى منه وشوقا لجنة عرضها السماوات والأرض. وإن من جهل العالم أن تكون الدنيا هذه الفانية غايته، والتمسح بزيف السلطة صولجانه. وإن من سقوط العالم أن يكون بعيدا عن المؤمنين حين يطلبوه ويطلب فتواه أو رأيا في أمر من أمور دينهم. ألا إن من أفتاك ليس بحاذق فقها وعلما غد قواك سبيلا. فما لكم كيف تفتون؟ ما افتتن امرؤ، عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، ما افتتن امرؤ بهذه الدنيا أو فسد أو فسق، وإلا قد حصد ثمار ما زرع عاجلا قبل آجل. وإن ابتلاءات العلماء بها أنكأ للمرء في دنياه قبل آخرته، والناس في يوم البعث يحاسبون وفق ما وصل إليهم
من هدي النبوة وإرشادات الصالحين. فيا ترى أين يقف العالم المتولي أمر المسلمين وقد تربى من قبل في بيت علم وتقى، لكن أصبحت المسافة بينه وبين الإيمان مسافة الليل والنهار؟ أين يقف العالم الدارس مما قاله الله ورسوله وأئمة المؤمنين وهو عنها بعيد لا قريب؟ حفظها متونا عن ظهر قلب، ولم يعها وعي الممتحن بها أجر آخرة لا مصلحة الدنيا فانية، ونال في حظوتها من الدرجات العلى، ثم ما لبث أن جاء يعبد غير الله كما عبد قوم من قبله عجلا جسدا له خوار، أو أصنما أصما وأبكما لا يقدر على شيء. فما لكم كيف تفتون؟ كل خطأ في شؤون الحياة الدنيا مستغفر مستدرك، إلا أمر هذه الحنيفية الغراء، سيما ما تأتى عن إصرار وعصيان إرضاء لمخلوق مستهجن أو رغبة في منصب مستنصر. فالذين آذوا المؤمنين أحياء وأمواتا وتاجروا بحقوقهم الدينية وتنازلوا عن حق مكتسب شرعة ووطنية، فهم بذلك قد اكتسبوا إثما مبينا عند خالقهم، ولم يكسبوا رضا أربابهم الذين خافوه من دون الله وأطاعوهم بيعا للآخرة بالأولى. ومن نكد حظهم أن أربابهم الذين فرقنوا بتعليماتهم وقرأنوا توجيهاتهم ونفذوها حرفا بحرف لفظوهم بعد أن قضوا منهم وطرا واستعصموا بغيرهم نكاية وشنآنا. ولأن من ألهاك ليس بسالم، كيف السبيل لأن تكون سليما؟ ما لكم كيف تفتون؟ أمة الحق والإيمان قد كواها من قبل خوف إمام من أئمة المسلمين السابقين ومفت من اللاحقين، حتى أصبحت فئة لا حول لها ولا قوة. وقد كانت من قبل مهابة الجانب من مستعمر غليظ قوي رجيم، كيف لا وقد تصدر مشهدها حينئذ أولو الصول والطول، ليس بقوة السلاح والنفاق، لكن بقوة الإيمان والشجاعة والذود عن الحقوق الدينية الإسلامية في إريتريا. فكان مفتيهم المختار آنئذ يعلن أنه لا ولن يسجد إلا لله عز وجل في قوم سجدوا وأسجدوا غيرهم، بل وأقسموا باسم ملك ضليل لقي حتفه مذلا مهانا، وأكلت الأرضة من عظامه الرميم، ودفن فيما دفن عظة وعبرة لأولي الأبصار. أما وقد تبدل الرجال بأشباههم وإن كانوا من أصلابهم، ولكنهم لم يبلغوا من قوة آبائهم معشار ما أوتوا من شيم الشجاعة وفحولتها. ألا يحق لنا القول ولئن تعاميت الحقوق نكاية، تلك الوظيفة هي بئس قراري؟ فما لكم كيف تفتون؟ لقد أصاب أمة من أصبح بوجودها مفتيا ضعف على ضعف، بل غدت من بعد قوتها أنكاثا وهوانا، ليس لقلة عددها، ولكن لأن من تأمر عليها من بني جلدتها ودين فطرتها التي فطر الناس عليها خلط عملا صالحا بآخر سيئا، فهانت الأمة وضعفت واستكانت حتى لا يستجاب لطلبها كبر أو صغر، ليس لها إلا ولا ذمة. فإنشاء بيت من بيوت الله على حق وقانون تخاف أن ترفعه إلى ذوي الشأن أولي الظلم والبطش، وهي الأكثرية في مناطقها التي سكنتها كابرا عن كابر. إذ قيل لها ذات يوم في مكتب دار الإفتاء القديم: صلوا في بيوتكم كما صلى المهاجرون الأوائل في بيوتهم، خوفا من صناديد قريش وجلاديها،
وكفى الله المؤمنين شر إقامة بيت من بيوته، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدث ذلك في زمن سمي بزمن الاستقلال والحرية. نقول بتصرف: ألا ليت الطليان يعود يوما فأخبره بما فعل الربيب، فما لكم كيف تفتون. الإخوة والأخوات، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 95. عنوان الحلقة: ما لكم كيف تفتون. أعيد بيت الشعر بتصرف: ألا ليت الطليان يعود يوما فأخبره بما فعل الربيب، فما لكم كيف تفتون. إذا رأيت المسلمين في بيت من بيوت الله في إريتريا اليوم، وعلى امتداد القطر وأكنافه، وهم يؤدون فريضة أو نافلة، حسبتهم من المؤلفة قلوبهم، ذلك من فرط خوفهم وذهاب إيمانهم وهم في رحاب الله. ويحي هكذا هم اليوم. ومن آبائهم وأجدادهم من استقبل أول فوج من المهاجرين الصحابة الأكرمين في السني الأولى لدولة الإسلام، أناخوا على الصحابة المهاجرين الكرام من شآبيب الترحاب ما وسعهم، ومن قناديل السلام ما وسعهم، حتى بدلوا خوفهم أمنا، أعلنوها مدوية إيمانهم بخير كتاب أنزل، وتصديقهم لخير نبي أرسل، محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن قدم رهط مبارك آخر بعد أن وصل في الأولى رحم من بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم، فآووهم ونصروهم، فأعز الله دينه بهم، وقد سطرها التاريخ بأحرف مرصعة بالجواهر والياقوت. وإذ كانوا كذلك في سابق الأزمان، تراهم اليوم خوفا نزعا ضعفا. عجبي وقد مني الزمان بفتوة منقوصة لا تشبه الإسلام، فما لكم كيف تفتون. يتخافتون فيما بينهم وهم يتلون كتاب الله، كيف لا، وقد ساقت عيون الفسقة الفسد أنساما من حفاظ كتاب الله وقرائه ودعاة إلى الله ومرضاته، تخطفوهم خطفا في جوف الليل وفي وضح النهار، فرموهم في أنفاق وسراديب، زعما بأنهم يهددون أمنهم ويشكلون خطرا على مشروع لم يعرف له نسب ولا أب شرعي. الأفاكون لفقوا وحرفوا بعد أن غمزوا هنا ولمزوا هناك، والله يشهد إنهم لكاذبون. ساقوهم كما تساق الدواب ليختفوا عن الأعين لعقود، ولا يزالون في غيابهم يحيون، إلا أن السذج من مناصر الفئة الضالة المضلة في غيهم يعمهون حتى اليوم. فهل من الحصافة الدينية ومن تقوى القلوب أن تتولى أمرا من أمور المسلمين ولا تسأل عن المظلومين وأولئك المختفين؟ بل الأفسق والأفجر أن تأتمر فئة من المنسوبين إلى الإسلام بأمر أولئك الجبابرة النكرة الفجرة. وهل من الإيمان في شيء الدعاء إلى الله صباح مساء أن يحفظ المولى الفئة الحاكمة المتسلطة المتنفذة الظالمة فساقها وحكامها، وإن تمسحوا وتشبهوا بالإسلام؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. هذه الغواية بئس من يدعو لها فتوى وزعما ما أضل وبيلا. هذه الغواية بئس من يدعو لها فتوى وزعما ما أضل سبيلا، وما أضل وبيلا، فما لكم كيف تفتون. وما فتئت شقوة أولئك وهؤلاء يستعرضون ظلمهم بكرة وأصيلا
في وجوه المؤمنين من الناس، حتى أصبحوا مستضعفين في الأرض يخشون أن يتخطفهم ظلهم أولا، ثم تأتي العصابة الآبقة النازعة فتكيل عليهم أحقادها بعد أن تتلو عليهم مزاعم وأكاذيب، ومن ثم تصدر بشأنهم أحكاما ضيزى فقط لأنهم آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، والتزموا تعاليم دينه الحنيف. وخوفا من ويلات أولئك وهؤلاء هام المؤمنون المعذبون في الأرض على وجوههم عمرا من الدهر، إذ يكفي أن لا ترجع إلى مراتع آبائها وأجدادها أمة منهم التحفت الخوف، التحفت المسغبة في فيافي السودان، وافترشت الفاقة في جبال اليمن، وتقاسمت الخوف في صحراء دنكاليا، ومثلهم انتشروا وآخرون مثلهم انتشروا في بلاد الله الواسعة، غرباء الوجه واليد واللسان، هانوا بعد عز ومدوا أيديهم الكريمة لتلقي الهبات والمنح. صبوا علينا غيظ من أولاكم ولأنتم شر الشرور حثالا، ما لكم كيف تفتون؟ كيفما وأينما فتحت صفحة الإيمان والتقوى في بلادي تجدها ممزقة الحشا معتلة، وكأنما فكرة ومشروعا وخططا وأجندات تنفذ في وضح النهار لإفقار الأرض من إيمانها وقتل الصلاح في قلوب الخلق. الغاية المشتهى جعل الناس عبدة شياطين لم يعرفوا منها إلا الشر المستطير والأذى المتفجر والمهانة المتفرقة وتمزيق كل العهود ورميها في وجوههم. ألم تقدم الفئة الضالة المضلة من مصادرة الوقوف التي أوقفها عباد صالحون لتكون لهم صدقة جارية، فما أن أشرقت شمس التحرير إلا وغابت على إثرها شموس أخر، من بين تلك الشموس عقارات ومساكن وقف الدين الإسلامي، فقد تم تأميمها عن عمد وإصرار من الفئة الضالة تحت حجة عدم دفع ما عرفته الفئة الضالة المضلة بالإحياء الضريبي، يعني شراء ما كان وقفا من جديد. والأدهى أن الفئة الضالة منعت جمع ما طالبت به ظلما من ذوي الإحسان والمعروف من الخارج، وهي العليمة أن جيوب الداخل قد أفلست وأطبقت عليها المسغبة في زمن الاستعمار السابق وبنت الأعناكب على أطرافها. ونفس الفئة الضالة المضلة سمحت للآخرين أن يستجلبوا أموالا يدفع بها إحياءهم الضريبي، لكنها كانت قسمة ضيزة في أمور المسلمين وأوقافهم. وفي الأخير أكلت الوقوف كلها هذه الزمرة الضالة المضلة، أكلته في بطنها حراما وسعيرا، والذي فند حكمها الظالم وأكلها السحت ترصدته أعين الزبانية، ونال جزاء غير عادل حتى رحل شهيدا مشهودا. كل العداء مبرر في دارنا إلا عداء الثلة النكراء، فما لكم كيف تفتون؟ يا ترى من الذي طمأن دار إفتائكم بالصمت عندما كشرت الطغمة الحاكمة أنيابها لتقضم وتؤمم مدارس ومعاهد أسسها خيرون من أبناء إريتريا والجالية العربية؟ وما مدرسة الجالية العربية إلا مشهدا صارخا يحكي قصة سطوة في وضح النهار صوبت نحوها كل الأسلحة لهدم صرح ظل يخرج أرتالا من حملة مشعل اللغة العربية وعلومها في وطن ينتمي تاريخا وحضارة ومستقبلا لأمته العربية لا غير. ففي عهد اصطلح على تسميته بزمن الحرية والاستقلال لم تمضي على بزوغ شمسها سويعات، وإلا جردت السيوف من أغمادها بعد أن ظلت تلك السيوف تسقى في سعير وحميم أزمنة الثورة كلها،
لضرب كل صروح التعليم العربي والإسلامي، فتهاوت كل المنارات واحدة بعد الأخرى، واحترقت معها قصص رجال آمنوا أن المحافظة على اللغة العربية يعني المحافظة على المشروع الوطني وتوازناته. ليس هذا فحسب، بل امتدت معاول الهدم من هذه الزمرة الباغية، واشرأب لهيبها، وتطاولت أعناقها، حتى أتت على جميع منارات العلم الديني، المعاهد الإسلامية، وخضمتها واحدة تلو الأخرى، وتمادى الغي والهوى، حتى تم تجفيف منابع تحفيظ القرآن الكريم على امتداد الوطن وأطرافه، لتصبح البلاد اليوم خالية من خلاوى تحفيظ كتاب الله، إلا ما ظل محفوظا في صدور المؤمنين. هذا القرآن مصان عند منزله، أف لكم زمرة لا تعرف الله. هذا القرآن مصان عند منزله، أف لكم زمرة لا تعرف الله، فما لكم كيف تفتون. ألم تر كيف أمعن الدار، ألم تر كيف أمعن الدار في إذلال المسلمين، حين لم يوفد حاجا واحدا في حج هذا العام 2023، ليس للمرة الأولى بل للسنة الثالثة على التوالي. لم يأتي الحجاج مهللين مكبرين من داخل البلاد، بلاد المسافة بينها وبين الحرمين الشريفين المكي والمدني بضع أميال، مسافة يمكن قطعها سبحا وعوما لمن يجيد فن العوم الذي أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم تعليمها فلذات أكبادنا. فكيف بدار إفتاء هكذا يبرر أن يكون السبب عدم أخذ جرعة لقاح فيروس كورونا؟ لأن الزمرة الحاكمة أوصدت باب تلقيها منحة وهبة لا شراء، زعما منها أن اللقاح فيه آثار جانبية، وحفاظا على مستقبل الشعب وسلامته مانعت العصبة أولي اللعنة على تلقيه. عجبي، وهي التي فتحت أبواب جهنم الموت الجماعي على وجه الشعب الإريتري كله. الملايين فرت من مساقط رؤوسها مكرهة لا أبطالا، 30 عاما وأكثر، والكل يفر من أبيه وأمه بل وصاحبته وبنيه. رفضت لقاح العصر خوف هلاكنا، رفضت لقاح العصر خوف هلاكنا، وسقت إلينا الموت في كل لحظة، فما لكم كيف تفتون. صهن أيها الزاعمون المبررون أن الفئة الحاكمة لها صلاحية قبول أو رفض اللقاح أسوة بدول مثلها. حقا إن الطيور على أشكالها تقع. صهن ثم صهن ثم صهن. بأي حق تفندون إقدام مجموعتكم على هكذا سلوك غير راشد؟ لم تشهده إريتريا حتى في أزمنة الاستعمار الإثيوبي البغيض، وقبله في أزمنة الفجائع والوجائع. إذ لم تسجل وقائع التسجيل والتاريخ أن تخلف من إريتريا ولا حاج واحد زيارة لبيته الحرام. نعم، من إريتريا دار الهجرة الأولى حتى في أحلك الظروف السياسية. أيصح أن تأمر بقيادة سيارة لرجل ما والمحرك أي المفتاح في يديك؟ أيصح أن تقول للمؤمنين لم نمنعكم، ولكن تعليمات الجهة المنوط بها هي التي اشترطت ذلك؟ نتساءل فنقول لماذا لا يكون استثناء من الفئة الحاكمة الظالمة في إريتريا لحجيج الداخل في استجلاب اللقاح لهم، علما أن مسؤوليهم يغادرون البلاد، وفنانيهم وأصحاب الهوى واللهو والطرب يغادرون البلاد، يأخذون الجرعة الممنوعة للحجيج سرا أو جهرا. فلما يمنع تقديمها للحجيج دون غيرهم؟
إن لم يكن القصد منهم هو قتل حلم زيارة بيت الله الحرام في قلوب المؤمنين، وقد رهن هؤلاء المؤمنون كل ما ادخروه من أجل نيل غفران الذنوب، وهي غاية ومقصد كل مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاك اللقاح حلال ذاك اللقاح حلال عند بعضكم حرمتموه على من حج لله. ذاك اللقاح حلال عند بعضكم حرمتموه على من حج لله، فما لكم كيف تفتون. ومن فكت المجموعة القابضة الفاسدة السير في غيها وسفورها، سيما ما يتعلق بأمر المسلمين تعليما كان أو حقوقا أخرى، وإن تناسى الأقوام فالتاريخ لم ولن ينسى ما حكى من مؤامرات بشأن مدرسة الضياء الإسلامية، حيث كانت الحادثة التي قطعت قول كل منافق كذوب، فالشهيد الشيخ الراحل قال كلمة حق أمام حاكم طاغوت آبق، قالها بلغة الإيمان لا غير: نرفض التدخل في شؤون ديننا. وأضاف بشمم: إن الحجاب أمر شرعي ولن نقبل الدنية في ديننا، إلى آخر القول الفصل. فاقتيد شامخا إلى سجن الذي ناجى فيه ربه حتى صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها، وقد برأ الشيخ المجاهد ذمته أمام الله، وشهد الكون كله بأنه من أولئك الذين سيظلهم الله في كنفه يوم لا ظل إلا ظله. قل للظلوم عيون الله شاهدة على الشهيد فعدل الله أحياه. قل للظلوم عيون الله شاهدة على الشهيد وعدل الله أحياه، فما لكم كيف تفتون. مشاهدي الكرام، وكثير مما حاق بنا من ظلم ذوي القربى لا نعلمها نحن، لكن الله يعلمها ومحصيها. ولو كان في النفس ذرة تقوى وشجاعة وشهامة لما استقبلنا من أمرنا إلا وقد استدبرنا متبرئين مفندين وناسخين. جرائم وفظاعة ما ارتكبته الجماعة الشر في ديننا ودنيانا، لكنها نفوس وقد رضيت بالهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم، ثم يستمرئ هوانه كيفما تبدى وطفح. إن استعداء الإسلام وأهله في إريتريا ليس بأمر جديد، فقد سيق الخلق الإريتري كله في أزمنة سابقة إلى حلبة الاستعمار الإثيوبي البغيض تنفيذا لذلك، وهو الذي لا يرضى البعض تقليب صفحاته. أما الحديث عنه فهو من موبقات الوطن زورا وبهتانا، لكن آن أوان الحديث عنه اليوم بوصفه أضعف الإيمان. ولأن كيل أمور الوطن عندنا يسير بأكثر من مكيالين، فإن إظهار بعض ما بطن من كراهية الزمرة الحاكمة للإسلام وأهله، ما أقدمت عليه في بدايات سنين ما يسمى بزمن التحرير بتلفيقها مسلسلات وسيناريوهات باسم الجهاد، كما لو أن الجهاد سبة وغواية. فقد شملت جرائمها تغييب نفر من أهل الدعوة الباكستانيين المؤمنين تواجدوا في إريتريا دعاة إلى الله وتذكير الناس بأيامه، قادتهم الزبانية الظالمة نحو المجهول، وها هي 3 عقود وأكثر ولا يعرف مصيرهم، وآلاف مثلهم من المؤمنين الإريتريين وأمرهم جميعا إلى الله. مكر الحقود قرين في تربصه، ويمكر الله مكرا ليس بالريب. مكر الحقود قرين في تربصه، ويمكر الله مكرا ليس بالريب، فما لكم كيف تفتون.
ألم يأن للذين تولوا مهمة الإفتاء في شؤون المسلمين الاهتمام بكل ما هو متعلق ببيوت الله والعاملين في رعايتها أئمة ومؤذنين وعاملين؟ ليس هذا فحسب، بل إنفاق ما خصصته مجموعة الحكم الظالم كلها غير منقوصة ولا مردودة إليها لانتشال المساجد من أوضاعها المتردية، بدلا عن إرجاعها أو إرجاع ما خصص ظلما من الميزانية الضيزة، إرجاعها إلى خزانة المجموعة الحاكمة الظالمة رغبة في كسب رضا الفرعون وهاماناته. إن من صميم مهام دار الإفتاء إغناء دور العبادة عن سؤال الناس، وليس أن يحصر الدار مهامه في الإعلان عن ثبوت هلال شهر رمضان أو عدمه، أو الإعلان عن الأعياد وأيامها فقط لا غير. إن القضية أيها السادة أكبر من كل هذا وذاك، وإلا أين هي مسؤولة الراعي عن رعيته؟ إلى ذلك فإن دار الإفتاء اليوم ليس دارا للمسلمين يستطيعون دخولها كيفما ووقت ما شاءوا، حيث إن الدار وأوضاعه والوصول إليها والأسوار المخيفة التي تحوم حولها وإجراء التحري والتدقيق والتوقيع وهلم جرا، كل ذلك جعل الدار وفتواها مجرد أسماء وشخوص وصور لا غير. دار وما دار الديار بفتوة مقرونة بالرأي والإجماع، دار وما دار الديار لفتوة مقرونة بالرأي والإجماع، فما لكم كيف تفتون؟ وأخيرا عزيزي المشاهد، إن المؤمنين اليوم بحاجة إلى من يفقههم في أمور دينهم عقب كل فريضة. المؤمنون اليوم بحاجة ماسة إلى من يفقههم في أمور دينهم عقب كل فريضة، فهنالك من يعيش ميسرة من الوقت ورغبة في التزود يتحلق في مجالس العلم والعلماء كعهد كل المساجد، حتى في أحلك الظروف السياسية في العهود الاستعمارية السابقة، فضلا عن فترة مزعومة إلى الحرية والاستقلال. فبيوت الله اليوم ومن شدة فقرها وعجزها تفتح كما تفتح الحوانيت التجارية، وتغلق كما تغلق البنوك، وقد خلت من حلقات الذكر والوعظ والإرشاد ليس لمفتي البلاد اليوم ولا وكلائه في الأقاليم إن وجدوا حلقات ذكر وتفسير وقرآن. المؤمنون بحاجة إلى علماء فقهاء يرونهم في الصلوات الخمس بالمساجد كما يرون آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم، ويتحدثون إليهم كما يتحدثون إلى أنفسهم أمنا لا خوفا. المسلمون اليوم في إريتريا ليسوا بحاجة إلى علماء لا يظهرون في المساجد إلا لصلاة الجمعة والعيدين وتشريف المولد النبوي الشريف، يؤمون الناس ويجلسون ويخطبون فيهم، والأدهى والأمر أنهم في إضلالاتهم تلك لا يتورع أولئك العلماء أن تكون خطبهم كما لو أنهم في مجلس من مجالس حكامهم الآبقين الذين لا يعرفون قرآنا يتلى ولا إنجيلا يشار. زك من العلم ما تستطاع من ذكر، إن العليم رسول الرسل في البشر. زك من العلم ما تستطاع من ذكر، زك من العلم ما تستطاع من ذكر، إن العليم رسول الرسل في البشر، فما لكم كيف تفتون؟ أتوقف هنا أيها الإخوة والأخوات. كنتم مع برنامج مع اللغة العربية من قناة سلامة الإعلامية المباركة. عنوان الحلقة كان: فما لكم كيف تفتون؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه أحمد شريف. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.